في أول تواجد للصفقات الجديدة الأهلي بيخسر من باتشوكا بضربات الجزاء. تاني تاني ايه تاني يا زكي. المباراة بتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والهدف الأول لباتشوكا هدف من خطأ دفاعي متكرر بشكل كبير، بداية من مروان عطية مرورا بأشرف داري. أنت حرفيا النهاردة أديت مستوى دفاعي في الشوط الأول صفر على الشمال. يعني انت الصفقات اللي عملتها دي كلها ما شاء الله، يعني خط هجوم كله شياكه، خط وسط ذو اسلحه فتاكه، خط دفاعي. الشوط الاول ادائك سيء جدا وبيخلص 1-0 مع الرأفه، يعني كمان الشناوي كان شايل الكورتين. يعني انت متخيل وصلنا لفين؟ بتنزل بقى الشوط الثاني ريفيرو بيعمل 9 تبديلات زي ما بقول لك كده، وبعد اول كام دقيقه بيعمل التبديل العاشر بعد اصابه جراديشار. ومين بينزل بالظبط كده؟ رسميا اول ظهور لاحمد سيد زيزو بتيشيرت الاهلي، جه امبارح امريكا، النهارده اول مباراه له. وكان طبعا بادئ من بدايه المباراه بين رمضان وهي اول صفقه. وفي الشوط الثاني شفنا تريزيجيه وبيكهام، واللي الصراحه بيكهام ادى اداء عالي نديله عليه 8 من 10 مستريح، وفعلا طبق مقوله اللي تخاف منه مفيش احسن منه. ونيجي بقى للفتى الذهبي اللي لازم نديله حقه، محمود حسن تريزيجيه، الجندي المجهول في كل حاجه. استلامات تلاقي، دريبلينج بالكره تلاقي، كباري تلاقي، سروهات تلاقي، وفي النهايه اجوان وضربات جزاء. جون التعادل عباره عن كوره جايه محمد مجدي قفشه بيباص الكوره لحمدي فتحي، الباصه ثرو لتريزيجيه القائد النهارده بعد خروج الشناوي، اللي بيستلمها بشماله وبيعدي المدافع وبياخدها بيمينه يرقصها ويعدلها على شماله ويلعبها من تحت ايد الحارس، وهدف التعادل للنادي الاهلي. هذا هو قائد فريقي. والشوط الثاني كان ادائنا الصراحه احلى بكتير جدا من الشوط الاول، على الاقل كنت ماسك كور اوقات كتير جدا، يعني يعتبر النص ساعه الاولى من الشوط الثاني لحد الوتر بريك كده تقريبا. طبعا شوبير اتالق في اول الشوط الثاني وصد كره خطيره جدا. طب احنا جبنا جون نكمل بقى ونضغط ونجيب الثاني؟ لا، ازاي ونبقى الاهلي؟ انا لازم معروف تجيب جون تنام عليه، معروف بتخلص المباراه بتروح لضربات الجزاء. وقبل ما نيجي لضربات الجزاء لازم ندي لكل واحد حقه. تريزيجيه اللي خد رجل المباراه، بيكهام اللي ياخد تاني رجل المباراه بعد نزوله، ادى اداء هايل بيكهام. حمدي فتحي المقاتل، حمدي فتحي ما هموش انه جاي شهر وماشي، لا قال لك انا هقاتل في الملعب. حمدي فتحي الراجل كان في كره لعبها ركنيه، حمدي فتحي حرفيا طار بدماغه، هي اي نعم عدت دماغه جت للمهاجم اللي طلعها، بس انت يكفي انك شايف واحد بيطير بدماغه يعني انت متخيل الواحد بيخش برجله بيخش بصدره، ده داخل بدماغه حرفيا. يعني لو راس في راس كل سنه وانت طيب خلاص. وقفشه بعد ما نزل كان برضه فارق في المباراه، ولكن النتيجه في النهايه انك بتخلص المباراه 1-1 وبتروح لضربات الجزاء. بيكسبونا 5-4، شوبير بيروح على 3 كور من الخمسه ولكن ما بيتوفقش فيهم، ولكن يحسب له انه عارف اتجاهها ان شاء الله مع اللعب. يعني انت شوبير بقاله قد ايه ما لعبش، ان شاء الله مع اللعب ماتش بماتش شوبير الصراحه اساسي. اول مباراه بيلعبها احمد سيد زيزو بيجيب الهدف الاول له بتيشيرت النادي الاهلي، والصراحه الحمد لله ان زيزو جابها، يعني هو انقذنا من صداع كتير. تاني كره تريزيجيه بيجيبها المعلم تريزيجيه، وتالت كره الشحات بيجيبها الزاويه التي يسكنها الشيطان. رابع كره بقى اللي انا هنا عندي عتاب، يعني انا